السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده ان شاء الله يا رب. اليوم غنشارك معكم بسبوسه، المره غنديرها بالحليب. هنا عندي على بركه الله جوج بيضات، جوج خمارات ديال الحلوى، ساشي ديال الفاني، كاس الزيت، جوج كيسان ديال الحليب. هنايا عندي هاد الكاس هذا عابره به 3 الكيسان ديال السميده. قياس هاد جوج حطاهم ديك الزليفه، وواحد خليته باش نوريكم باش عبرت. وهنا على بركه الله دابا غنبديو. هنا من قبل نوريكم السيرو، فيه كاس ديال سنيده وجوج كيسان ديال الماء بنفس الكاس اللي عبرنا به، وهناك حامضه قشره ديالها هكا قطعتها هكا باش كتجي من السم، والفانيلا درت تما في هذاك السيرو. هذاك السيرو دابا كنخليوه حتى يبرد، وفي الاخر غنسقيو به البسبوسه نتاعنا وشويه د المليحه من طبيعه الحال. هنايا نسيت ما قلت لكمش السكر، هنايا درت جوج معالق ديال السكر كلاصي، يمكن لكم ديروا سكر سنيده. صافي دابا غنبقاو بهذه الطريقه هذه كنطربوا في داك الجبيضات ديالنا مع داك السكر حتى يندمجوا مزيان. يطلبوا معنا داك البيض كما كتشوفوا على الطريقه هذه. انا سبقت ليا شاركت معكم بسبوسه بالعصير ديال الليمون، حتى هذه كتجات زوينه ولقات اقبال. ودابا ان شاء الله قلت نجرب معكم عاوتاني نشارك معكم يعني هذه بالحليب، حتى هي كتجي زوينه، كتجي شي حاجه واعره. صافي نضيف داك الساشي ديال الفاني، وكنبقى نخلط ونزيد الزيت ونطربو مزيان كما كتشوفوا. وغنضيفو عاوتاني الحليب. كنبقى نضيف المقادير اللي قلت لكم حاجه مورا حاجه غير بشويه. انا ما كنزرب لكمش الفيديو يعني باش يكون داكشي واضح. صافي هنا من بعد ما درنا داك الحليب جوج كيسان، صافي غنبقى دابا ندير في السميده كما قلت لكم. السميده 3 الكيسان ديال السميده. الكاس اللي عبرت به السميده هو نفسه اللي عبرت به الحليب، عبرت به الزيت. وهنايا غنضيف داك جوج ساشي ديال خميره ديال الحلوى. صافي وغنخلط على الخليط ديالي حتى يندمج. هاد البسبوسه كتجي رائعه، كتجي كتذوب في الفم. انا متاكده غتعجبكم ان شاء الله تجربوها. دابا غنضيف داك جوج كيسان ديال السميده اللي بقاو ليا، يعني شويه بشويه حتى نكمل الكميه ديال السميده اللي عندي. هنايا خوتي انا راني كنشاد التليفون بيد وكنصور به ويد كنخدم به. هذاك الشيء علاش كتشوفوا راه بعض المرات كنرتابك في الخدمه حيت راه ملي كتكوني كتخدمي بيد وحده ما كتجيكش الخدمه مزيان، ولكن ماشي مشكل. هذا هو القوام كيولي عندنا على هذا الشكل هذا. السميده ديالنا من بعد ما تخلط البسبوسه ديالنا كتولي على هذا الشكل هذا، كتجي خفيفه ما كتجيش ثقيله. صافي هذا هو القياس ديالها. ومن بعد غادي نجيبو المول اللي غنطيبو فيه البسبوسه ديالنا، ندهنوه بشويه ديال الزويته ونرشوه بشويه ديال السميده كما كتشوفوا. صافي دابا غندير الخليط ديال البسبوسه. هنا غندير هذا الشيء هذا، غنمشي الخليط ديالي في المول، ومن بعد غنضيف الكميه اللي بقات ليا كما كتشوفوا. صافي دابا هذه هو الشكل النهائي من بعد ما ضفت الخليط ديال البسبوسه. دابا غندخلها للفران، يعني الحراره تكون طالعه شويه على حسب ما مجهداش، يكون فايت القياس على القياس اللي كنطيبوا به الكيكه. صافي من بعد ما طابت وخرجت كتجي على هذا الشكل هذا. وهنا عندي داك السيرو اللي وريت لكم باش نسقيوها به. وتما للتزيين عندي كاوكاو مهرمش هكاك، يمكن لكم تزينوها باي حاجه متوفره عندكم في البيت.
انا كان سبقت ليا الصغط الاولى اللي درتها معكم بالليمون، زينتها بالكوك، ودابا قعدت ثانيه نزينها بهذه بالكاوكاو. يعني اللي عندكم متوفر في البيت تقدروا تزينوا به، ماشي ضروري خاصها تكون داك الحاجه اللي منين الحاجه اللي غنديرها انا خصكم ديروها حتى نتوما. الواحد اللي متوفر عنده خصو يخدم به. صافي كنبقى نسقي البسبوسه ديالنا هكا، يعني قد ما تسقات البسبوسه كتجي زوينه. وهذاك السيرو ملي كنضيفوا ليه داك الحامضه كيجي منكه بالنسمه ديال الحامض، كتجي شي حاجه واعره. انا متاكده الا جربتوه غتبقاو دائما ديروا له ضيفوا ليه الحامض. صافي كنستمروا بهذه الطريقه هذه، كنسقيو في البسبوسه ديالنا باش كتجي معنا رطبه. صافي من دابا من بعد ما سقيناها كلها صافي كندوزو هكا نديرو على الوجه ديال الكاوكاو اللي هلمشتو بهذه الطريقه هذه. وهذا هو الشكل النهائي للبسبوسه ديالنا. وشكرا للاخوان والاخوات اللي كينضموا للقناه، جزاكم الله خيرا. والصراحه كتفرحوني ملي كنشوفكم كتفاعلوا معايا وكتزيدوا تشجعوني وكتزيدوا يعني قد ما نتوما كتزيدوا تشجعوني وانا كنزيد في الصراحه كنفرح وكنزيد نعطي كل ما عندي. شكرا لكم كما مكبرين بيا الله يكبر بكم. وكنتمنى ان شاء الله هاد البسبوسه تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا ربي وتجربوها لما لا. وهذا الشيء اللي كاين. ودابا هذه هي البسبوسه ديالنا كتجي لهذا الشكل هذا. نتمنى تفرحوا بها وليداتكم وتجربوها وتعجبهم. ودابا غادي ندوز نقطعها، يعني نقطعوها على حسب القياس اللي باغيه كل سيده. بغيتو تقطعوها طريفات كبار، بغيتو تقطعوها صغار، انا قطعتها على هذا القياس هذا كما كتشوفوا معايا. صافي هكا كنقطعها مربعات. صافي على الشكل. دابا غندوز نحيد لكم واحد الطريف كتجي كتفتت كشي حاجه هشيشه لداخل. بتقدري انا جيت نهزها ما بغاش تهز معايا، كتجي رطبه بزاف كتجي كتفتت راسها. وكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله يا ربي. وفي امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.